صباح الخير مشاهدينا. في السعودية أشارت الجمعية الفلكية في جدة إلى واحدة من الظواهر التي تكاد تكون غير معروفة لدى الراصدين على المستوى المحلي، وهي وميض الشمس الأخضر، والتي تعرف بكونها ظاهرة بصرية يمكن رؤيتها لفترة قصيرة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها، وهي تحدث عندما تكون الشمس بالكامل تحت الأفق ويكون الطرف العلوي لا يزال مرئيا ولمدة ثانية أو ثانيتين من خلال ذلك الطرف العلوي من الشمس الذي يظهر بلون أخضر، وهي من الظواهر التي تتم أو يمكن حتى رؤيتها بالعين المجردة. الخبر كان لصحيفة الرياض، والصحيفة حتى نشرت صورة توضيحية لهذا الخبر نشاهد فيه اللون الأخضر للشمس في نهاية هذه الصورة عند غروب الشمس. هذا كان بالنسبة إلى الأخبار. الآن إلى التوقعات المناخية الخاصة بمنطقة شرق المتوسط. بالنسبة إلى صور الأقمار الصناعية هناك تأثيرات خفيفة فقط لسحب عابرة على المناطق الشمالية الغربية الساحلية من سوريا على مستوى الساعات 24 المقبلة. طبعا لا حديث عن أمطار لأن الأمطار تختفي في هذه الفترة. كلما اقتربنا من فصل الصيف بشكل رسمي متوقع أن ندخل في 21 من الشهر الجاري، وبالتالي كما نشاهد خلفي هنا على صور الأقمار الصناعية الخاصة بالأمطار تغيب تماما على منطقة شرق المتوسط خلال الساعات 24 المقبلة. بالنسبة إلى درجات الحرارة اليوم المستويات نتحدث فيها عن أرقام ثلاثينية سواء في دمشق في عمان والقدس، وبيروت تبقى بمستويات عشرينية. هذا كان كل مشاهدينا بالنسبة إلى المنطقة العربية. الآن بعيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى أوكلاهوما سيتي، كان هناك سلسلة من الأعاصير ضربت بالأمس. سنشاهد الآن فيديو خاص بهذه الأعاصير التي تعرضت لها مدينة أوكلاهوما سيتي خلال الساعات 24 الماضية، وعلى خلفية هذا الفيديو سنتحدث عن الكثير من المعلومات الخاصة في هذه الأعاصير. بدأنا نشاهد الآن الأعاصير بدأت بالأمس مشاهدينا في الفترات المسائية من الجمعة. نتحدث طبعا بحسب ما حدث خلال الساعات الماضية. حصيلة الوفيات قدرت ب5 أشخاص حتى اللحظة. تأثرت وسائل المواصلات مشاهدينا بشكل كبير طبعا نتيجة قوة هذه العواصف وكذلك الأعاصير، وخاصة أنها تزامنت حتى مع أوقات الازدحام المرورية. كان حتى أيضا كان هناك انقطاع للكهرباء نتيجة قوة هذه الأعاصير. أذكر أيضا أن خبراء الأرصاد مشاهدينا أشاروا إلى أن هذه الأعاصير طبعا أخف بكثير من تلك التي ضربت أوكلاهوما وتحديدا مور في 20 من الشهر الماضي، لأنه لو قارنا حتى فقط على مستوى الوفيات، حصيلة الوفيات في الأعاصير التي ضربت مور في 20 من الشهر الماضي كانت عند 24 قتيلا. الحديث هنا عن حصيلة وفيات تقدر ب5 أشخاص. سرعة الرياح في أعاصير مور التي ضربت في 20 من الشهر الماضي وصلت إلى 300 أو حتى 320 كيلومتر في الساعة. اليوم أو خلال يومين المقبلين نتحدث على أوكلاهوما سيتي بسرعة رياح لا تتجاوز 23 كيلومتر في الساعة، وبالتالي المقارنة كلها تشير إلى أن هذه الأعاصير هي أخف بكثير من الأعاصير التي تعرضت لها مور خلال الأسابيع الماضية ما لا يزيد عن أسبوعين. إذن هذه هي كانت الصور التي شاهدناها لسلسلة من الأعاصير التي ضربت أوكلاهوما سيتي على مستوى الساعات 24 الماضية. أذكر أيضا بأن من الصعب حصر عدد الأعاصير لأن هناك الحديث عن الخبراء يتحدثوا عن سلسلة من الأعاصير تعرضت لها أوكلاهوما سيتي، ولكن أغلب التقديرات تشير إلى أنها هي 3 عواصف قوية جدا مجتمعة مع بعضها البعض شكلت هذا الإعصار أو سلسلة الأعاصير التي ضربت أوكلاهوما سيتي على مستوى الساعات 24 الماضية. هذا كان بالنسبة إلى صور الفيديو. دعونا نشاهد أيضا المزيد من صور الأقمار الصناعية، هذه المرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ مع صور السحب. نشاهد حركة السحب الآن. لو تحدثت عن أوكلاهوما سيتي هي موجودة في المناطق الداخلية هنا، وكل تأثيرات الأعاصير مشاهدينا في العادة تتحرك من المناطق الشرقية إلى أو من المناطق الغربية إلى المناطق الشرقية، وبالتالي من هنا إلى الداخل. هذا هو كان مسار الإعصار أو العواصف القوية التي تعرضت لها أوكلاهوما سيتي. الآن تبدو الصورة أوضح بصور الأمطار. ما نشاهد هنا تركيزات قوية للون الأزرق وبالتالي سحب ركامية رعدية، وفي الحقيقة هناك توقعات طويلة الأمد جدا للأمطار، فقط للأمطار على أوكلاهوما سيتي على مستوى 15 يوم المقبلة، يعني نتحدث من اليوم وحتى 15 من الشهر الجاري لأمطار فقط. وبالتالي العاصفة أو الإعصار إن صح التعبير إلى انحسار بشكل واضح، لأنه خلال اليومين المقبلين نتحدث فقط عن سرعة رياح لا تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة.